معلومات معلومة على الماشي في فيديو جديد على القناة. النهاردة هنشوف مع بعض يا أصدقائي لحظة اقتران القمر مع المريخ. في البداية نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. ولو حابين تعرفوا معلومات كتيرة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان توصل لكم المعلومات أول بأول. شهدت سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية عظيمة وهي اقتران القمر مع المريخ. والجميل في الموضوع يا أصدقائي إن تم رصد هذه الظاهرة ورؤيتها بالعين المجردة. ومن المعروف إن كوكب المريخ ملقب بالكوكب الأحمر، وظاهرة اقتران كوكب المريخ مع القمر استمرت طوال الليل حتى فجر اليوم التالي. في بعض المعلومات بقى يا أصدقائي لازم تكونوا عارفينها بخصوص كوكب المريخ. مبدئيا أطلق عليه باسم الكوكب الأحمر، وسماه القدماء المصريين باسم إله الحرب. وكمان يا أصدقائي بيبلغ قطر كوكب المريخ 6,790 من ألف كيلو متر فقط لا غير. وكمان بتختلف درجة سطوعه بحسب قربه أو بعده من كوكب الأرض. ووفقا للجمعية الفلكية بجدة قالت إن المريخ بيدور حول الشمس خارج مدار الأرض. وكمان بتتغير المسافة ما بين الأرض والمريخ، فمثلا بيكون الأرض والمريخ في بعض الأحيان على نفس الجانب من النظام الشمسي وقريبين جدا من بعضهم البعض. وكمان في بعض الأحيان بيكون كوكب المريخ وكوكب الأرض على جانبين متقابلين تقريبا من الشمس، وده حصل قبل كده سنة 2021 وظهر كوكب المريخ كان لونه خافت. وكمان يا أصدقائي كوكب المريخ بيستغرق تقريبا سنتين للدوران مرة واحدة حول الشمس، طبعا بعكس كوكب الأرض اللي بيستغرق سنة واحدة فقط. كل الظواهر دي يا أصدقائي دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وحدوا الله في التعليقات وصلوا على النبي. ولو حابين تعرفوا وتتابعوا معلومات اكتر واكتر اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة علشان توصل لكم الفيديوهات اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.